ليه حاسس ان انا تايه بالرغم ان انا بحاول؟ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خليني اقول لك حاجه غريبه كده في بدايه الفيديو، مش كل انسان تايه يبقى انسان ضايع، وفي ناس ضايعه وفاكره ان هي تمام وزي الفل. الغريب اكتر ان اكتر الناس اللي بتحس بالتوهان ده هي اكتر ناس بتحاول. ولو انت حاسس بالاحساس ده فخليك معايا لاخر الفيديو. على فكره انا مش بعمل اي فيديو الا لما بكون حاجه انا مريت بيها او بمر بيها، علشان خاطر اكون حاسس الكلام اللي انا بقوله لك من الاخر يعني. فخلينا نتفق على حاجه من الاول كده، ان انت مش تايه علشان ان انت انسان فاشل مثلا، ومش تايه علشان انت مش بتحاول مثلا. ففي ناس نايمه على فكره ومش فارق معاها اي حاجه ومش بتحس بالتوهان ده خالص يعني. فالتوهان ده بيجي للناس اللي بتفكر، للناس اللي عايزه تعيشها صح، للناس اللي بتخطط كتير. فانا عايزك تتبسط، فانت كده زي الفل يعني. وخليني اقول لك حاجه كده يا حبيب قلبي بيني وبينك، ان انا طبيعي ان انا لازم اعدي بفتره التوهان ده. انا مثلا بمر بفتره التوهان وانا عارف ان انا تايه، بس علشان خاطر ان انا ما عنديش هدف دلوقتي، انا مش لاقي النقطه اللي انا اقول ايوه هو ده هدفي اللي انا هسعى له. عارف انت لما تقول مثلا تكون زعلان فتقول انا نازل اتمشى شويه، فتنزل تتمشى تحت البيت مثلا او تنزل تتمشى في اي مكان، انت ما انتش عارف انت رايح فين، انت مالكش هدف، وانت رايح له معين، فبتحس ان انت تايه وانت ماشي كده. تيجي تكلم اي حد والله انا ماشي زي التايه، فاهم؟ على عكس مثلا انا نازل اصلي الظهر ولا نازل اصلي العصر، عارف ان انا رايح المسجد، انا مش تايه ولا حاجه، مش هلف يمين وشمال، انا رايح للمسجد. فانت والله العظيم مش فاشل ومش تايه، انت محمل نفسك فوق طاقتها، انت اوفر ثينكينج كتير، انت حاطط على نفسك اوفر لودنج، فاهم حاجه يعني؟ اللي هو مساء الفل. وانت عارف اكتر حاجه بتخليك تايه ايه؟ ان انت مثلا معلش انا باجي ابص بلاقي مثلا واحد صاحبي مثلا وصل لحاجه معينه وانا لسه ما وصلتش للحاجه دي، فاجي ابص لا انا حاسس ان انا تايه. في ناس وصلت، في ناس عملت، في ناس ما اعرفش ايه. ما تبصش ليهم، ما اللي يوصل يوصل يا عم، ربنا يوفقه وربنا يوفق الجميع. انت خليك ماشي في طريقك، اسعى، خبط، انت لازم تخبط في كل حاجه علشان تتعلم. حتى على فكره مفيش حد بيتعلم الا لازم يخبط حواليه، وان هو يبقى زي التايه الاول، علشان في وقت من الاوقات يبقى ليك قصه، في وقت من الاوقات يبقى ليك حكايه تحكيها، ان انا سعيت مثلا وكنت تايه في وقت من الاوقات، وفجاه ربنا سبحانه وتعالى نور لي بصيرتي، وفجاه لقيت هدفي، وفجاه سعيت. انت لازم اصلا تمر بالحاجات دي كلها، فاي حاجه تمر بيها انا عايزك تكون مطمن. مش عيب ان انت تقول ان انا تايه، انا ذات نفسي اهو بقول لك اهو، انا لما باجي اكلم اي حد بقول له انا تايه، انا لسه مش لاقي هدفي، انا لسه مش لاقي شغفي اللي انا اسعى له. فعادي انا عايزك تكون مطمن جدا. والله العظيم انت انسان مجتهد وجميل جدا، ان انا بفضل اسال اسئله كتير وافضل ما اعرفش ايه وكلام من ده كله، بس في نفس الوقت الحاجه دي لما بتطول معاك فبالتالي لا، ساعتها بنقول ان دي غلط بقى، ان انا اطول في التوهان. لا، حاول بقدر الامكان بقى علشان خاطر ان احنا نتخلص من التوهان ده، حط لنفسك هدف واحد. انت عندك امتحانات، حلو، ما تقعدش تفكر في كل المواد، تقعد تقول ده امال انا هعمل ايه في ماده كذا، وهعمل ايه في ماده كذا، وهعمل ايه في ماده كذا، ده انا لسه ما ذاكرتش كذا. يا حبيب قلبي امسك ماده ماده. انا عندي مثلا ماده معينه، فبالتالي ان انا الماده دي اعتبر ان هي دي الماده الوحيده اللي عندي، انسى كل حاجه، انسى كل الحاجات اللي في الحياه، وابدا ان انا اركز في الماده دي، والماده دي تخلص ابدا ان انا اشوف الماده اللي بعدها، وهكذا. وخف سوشيال ميديا، خف سوشيال ميديا كده وتقعد تبص على الناس وده وصل وده وصل. خليك في نفسك بقى. انا مش هطول عليك اكتر من كده، وعايز بس افهمك في الاخر ان دي مرحله وبتعدي، وكده كده ان شاء الله هتعدي يعني. فبس لو انت حاسس باي حاجه او حاسس بتوهان في حاجه معينه، فاكتب لي في التعليقات. ده لو الفيديو ده اتشاف اصلا، خلاص تمام ما علينا. وبس يعني، يلا سلام.